صارت الكرة في مخالفة لفائدة عبد الرؤوف بن غيثة الذي يتحصل على الخطأ للاعبي فريق شباب بلوزدادة. الرقم 8 من جانب فريق شباب بلوزدادة على الجهة اليمنى. أكيد القناة الأولى الأرضية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائرية، الناقلة الحصرية لهذه المباراة القوية بين فريقين كبيرين. النادي القسنطيني الذي يعتبر شيخ النوادي وعميد الفرق الجزائرية تأسس عام 1898. شباب بلوزداد تأسس عام 1962. شباب بلوزداد أحرز 10 ألقاب للدوري الجزائري، كما حقق 9 ألقاب لكأس الجزائر، وأيضا ألقاب المغرب العربي لكوب مغربان. بينما النادي الرياضي القسنطيني الذي حقق لقب البطولة الجزائرية عام 2016 ووصل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وخرج أمام نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكاف. بينما شباب بلوزداد خرج أمام الزمالك المصري. الزمالك المصري يضرب موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائرية على حساب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026.